الانهيار يقودنا إلى التنازع والتقاتل، وكذلك لتفكك البنى الرئيسية للمجتمع. تصبح تلك الأقاويل والشعارات مجرد كلام في الهواء إزاء الخوف من الحاكم وأتباعه الذين همهم الأول ترسيخ سلطتهم عبر التاريخ. يصبح هم الحاكم ترسيخ السلطة عبر قمعه اللامحدود للجماهير، ولا سيما أن ظاهرة التطرف هو نتيجة سلبية كارثية عن هذا الاستبداد والفساد، حيث يقف المرتدون عباءة التحزب والمشغولون بتلفيق المفاهيم التبريرية لصالح الحزب الشمولي الذي يلتف حوله عادة طغمة من المريدين الحمقى ممن شربوا من آبار الوهم والانقياد والاصطفاف التبعي إلى جانب المصالح والمناصب أمام الحب ورغبة التغيير في التصدي للتطرف العقائدي البغيض الذي يعد جهة قمع أكثر فسادا، وتعد بمثابة الدولة التي توجد داخل الدولة القمعية الشاملة. فبدلا من أن تؤدي وظيفتها المفترضة الدقيقة والموضوعية في تنظيم الجماهير والنخب الشابة، تقف عائقا خشنا إزاء عواطف الأفراد وشؤونهم باسم الشعارات الجوفاء التي لا تمت بصلة للواقع المعاش، مستخدمة التهويم النفسي، وهو ضرب من ضروب العبث والتأثير بالشباب غير الناضج ليكون آلة تلقائية تتلقى الأوامر على نحو غرائزي تعويدي، مستخدمة الشعارات والخطابات المليئة بالوعود والآمال، وذلك بزجهم في أتون أحلام طوباوية تعمل على إماتة التفكير النقدي الحر في أرواح مريديها وتلامذتها للحيلولة دون تجاوزهم لذلك القالب. وبذلك نجد التهويم النسيج الأكثر متانة الذي يلتف حول جماهير مسحوقة تعيش بين مطرقة السلطة الشمولية القامعة وسندان الأحزاب الشمولية المرتدية عباءتي الموالاة والمعارضة. فهنا كشف صريح لإشكالية التنظيم وسلبيات الفكر الإيديولوجي الذي يتعمد بهالة الشعارات ودغدغة مشاعر الجماهير البسيطة، والتي تغذت تاريخيا من طقوس الأديان في تقديس نصوصها وتقاليدها والخضوع لزعمائها وشيوخها، الأمر الذي لا يستسيغه الفكر الحر ويعتبره من أهم المعوقات التي تقف في طريق النهضة المعرفية والفكر الحر في كافة أنحاء الوجود الهندسي، كونه يعمد أبدا إلى قولبة كل ما هو غير قابل للتحنط والجمود، ومثالا الحب والعلاقة الطبيعية بين الرجل والمرأة، كل ذلك انتصارا لنرجسية فكر الزعيم الملهم، حيث تقف إرادة الفرد المعرفي ضد بواعث الخطر والدمار الذي من الممكن أن ينجم عن التنظيم السلبي وعدم استيعاب طاقات الشباب الذهنية عبر الاكتفاء بزجهم في صراعات داخلية تفرغ الطاقة الإبداعية منهم وتسلبهم طمأنينة الحياة الأفضل. وكذلك فإن بحث تجارب المجتمعات في مواجهتها لقوى التهويم والجشع الربحي يعطي حقيقة مفادها
أن ثمة ذلك الصراع الرهيب بين قوى المعرفة التي تصون القيم مقابل قيم تعتاش على زوال تلك القيم التي تشكل عماد بقاء تماسك المجتمعات ورقيها باتجاه المزيد من التقدم والحضارة. فخروج الأفراد أو المجموعات داخل حزب معين وتشكيل حزب آخر أربك من فعالية الثقة والإنجاز، حيث جعلت الفئات النزيهة تلجأ إلى الاعتزال السياسي الذي يسهم في طبيعة الحال إلى نشوب حالة أشبه بالجنون والزهد. فبروز الصراع الداخلي خنق في الفئة الشابة أسمى مواهبها في إدارة مناحي الحياة، فبرزت معالم الاغتراب بقوة، وجرى الانقسام في بنى المجتمع وترهل فئاته وشرائحه الشابة نحو كواليس الانزواء والتحلل والضياع، حيث الاغتراب الفردي ومرد تلك الانشقاقات هي تقليدية الفكر وجفاف الروح الإبداعية وتسلط المتنفذين والانتهازيين وتوغلهم في كل تنظيم يحاول القيام بأداء المهام الموكلة على عاتقها. هذا ما جعلها في النهاية أسيرة الفوضى والتبعية، وجعلت الشباب من أبرز ضحايا الانقسام الدائم، ناهيك عن الديكتاتورية والتفرد في الحكم، أي الزعاماتية في منطق المجتمع الأبوي الذي تجلى في بنية الحزب الشمولي وغياب أدوار الشباب المعرفي في التغيير والعمل عليه. كل ذلك قاد المجتمع إلى الفوضى وانسداد آفاق الحل إزاء عجز النظم الشمولية عن تقديم الحلول والبدائل العملية. فالأنشطة السياسية باتت مشاريعا ربحية تصب في خدمة الفئة المتحكمة في بنية وقرارات الحزب، وغياب الديمقراطية الجوهرية جعل الفئات الجماهير تسير دون وعي بحقيقة مسعاها ومبتغاها الأصلي، غير دارية بحقيقة الفئات التي تقودها، حيث تتجلى الفوقية والاتكالية وبروز الأنانية والتجهيل الكلي والتجاهل لرغبات الشباب وهممهم وعدم احتوائهم لطاقات الشباب أو مراعاة طموحاتهم وأفكارهم الجديدة في التغيير والبناء، إلى جانب تفكك الأصدقاء وكذلك الأسر نتيجة طغيان الجهل والفقر، إلى جانب التنقل بحكم الظروف، فمن آخر يغيبه الأمن إلى آخرين يعيشون حالة الاغتراب التي عمت في النفس وتأصلت في ظل انعدام الحرية والاختيار. وكذلك فإن ابتعاد الفرد عن طبيعته ونكران رغباته هو مواكب في الآن ذاته إلى سعي التنظيمات الشمولية لتفريغ محتوى وطاقات أفرادها من أي إرادة في الاختيار أو النقد الحقيقي، وكذلك ابتعاد التنظيم عن غاياته التي جاء من أجلها، حيث نشأ ذلك التباعد فيما بين الأجيال، وهذا أربك من فعالية التفكير النقدي وشتت الإبداعات واحتمالية ظهورها، الأمر الذي جعل الأفراد في حالات نفور وعدم التقاء فيما بينهم، وعم الاغتراب كافة الأوساط، وبات الناس أشبه بفوارغ رصاص متناثرة على الأرض. فالحديث عن ذلك التناقض في الشخصية والعدول عن المبادئ والمثل في لحظة سلوك تكشف عن طبيعة ذلك العقل الرافض لاستقبال الأفكار الجيدة، بل ويصر على تمثل تلك الأفكار على نحو مزاعم بائسة مزيفة جعلت المجتمع
يعيش في أسر القوالب أو المتاهات الموغلة بالضبابية.